ما حكم ضعف وهو ظاهر، ثم انتقض وضوءه بإعادة الأشواط، قال يبني على ما سبق من يعيد الطواف من جديد. من انتقض وضوءه وهو يطوف يجب عليه فورا عند القائل بأن الطواف يشترط فيها الوضوء مثل الصلاة أن ينسحب، ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يرجع. عند جماعة من العلماء مثلا منهم الإمام المهدي صاحب الأزهار للهادوية يستأنف الطواف من جديد، وعند جماعة من العلماء قالوا يبني على ما قد فعل، والمسألة اجتهادية. على الصلاة كل واحد على مذهب. ذكر لأن الهادوية يقولوا إذا سلم الإنسان على ركعتين يستأنف صلاة جديدة. إذا صلى الإنسان الظهر وسلم على ركعتين يستأنف صلاة جديدة 4 ركعات. وعند الشافعي وجماعة من العلماء بل يصلي ركعتين فقط، توفي لركعتين واسجد للسهو، عملا بحديث ذو اليدين.